زهقتي من التكرار وعايزة كل يوم وصفة جديدة؟ يبقى الفيديو ده معمول علشانك. النهاردة جايبة لكم منيو فيه 7 وصفات من كل صنف ولون، وصفات تحلي يومك وتشرفك قدام ضيوفك. في وصفات حلوة وسهلة، وفي وصفات مغذية ومشبعة، وفي كمان وصفات شكلها هيفتح النفس وطعمها يخلي الكل يسألك دي عملتيها ازاي. كل وصفة مختلفة خالص عن التانية، لكن اللي بيجمعهم كلهم انهم سهلين ومقدرهم بسيطة وطريقتهم مظبوطة خطوة بخطوة. يعني لو بتدوري على أكلة سريعة، بتدوري على أكلة تفتح النفس على الغدا، تحبي تجربي وصفات جديدة، هتلاقي كل ده إن شاء الله موجود معانا في المنيو. يعني مميز إنك مش تحتاجي تدوري على حاجات كتيرة، كله هيبقى موجود في المنيو ده إن شاء الله. تعالوا نبدأ المنيو، ولكن قبل ما أبدأ أنا هلا أبو بكر، يا ريت من فضلكم تعملوا الفيديو لايك وشير، وكالعادة تعالوا نقول بسم الله ونبدأ في أول وصفة معانا. اول وصفه معانا هتكون طاجن اللحمه بالبصل، من الوصفات المميزه جدا. لو عندك عزومه اعمليه بقلب جامد، ولو حابه تعملي اكله في البيت حلوه تفتح النفس فاعملي طاجن اللحمه ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طاسه على النار او حله على النار، هنزل فيها بمعلقتين كبار من السمنه. الطاسه هتسخن جدا، هبدا انزل باللحمه بتاعتي. هنا انا مش هقولك يعني ان لازم تلتزمي بكمية لحمة معينة او بقطعية لحمة معينة، ولكن في الطواجن عموما خلي دايما اللحمة اللي هتستخدميها يكون فيها نسبة من الدهون، بتدي طعم حلو جدا للطاجن. هبدأ انزل بكمية اللحمة كلها وهستنى عليها شوية لما تبدأ تتحمر من اول ناحية. طبعا انتوا عارفين ومتعودين معايا ان لازم الطاسه تكون سخنه، وهنزل باللحمه بعمل لها صدمه، وده كده بيخليها محتفظه بالعصاره بتاعتها جواها. بعد كده لما تستوي تكون معايا طريه مش ناشفه وبتشد. هبدا كده اقلب فيها لحد ما تتحمر. بعد كده هضيف معلقه من مطحون اللورة والحبهان، وكمان عندي شويه من الفلفل الاسود. لو عندك لورة وحبهان اطحنيهم مع بعض وشيليهم واستخدميهم مطحونين، بيبقوا حلوين جدا. هقلب بقى فيهم شوية كده، قعدت في الخطوة دي قد ايه، حوالي ربع ساعة. بعد كده هزود شوية مية بشوية مية، بس اهم حاجة المية عندي تكون مغلية، يعني كوباية مية في كوباية مية، لحد ما اللحمة معايا تستوي تماما. تاخد بقى الوقت اللي هتاخده براحتها، ولكن احنا بنقعد نزود المية تدريجيا كل ما تتشرب اللحمة المية بتاعتها لحد ما اللحمة تستوي تماما معايا. بعد كده بقى هنزل بكمية البصل، وانا هنا بصراحة مستخدمة كيلو من اللحمة نزلت عليه بنص كيلو من البصل. تقدري تخلي اللحمة قد كمية البصل بالظبط، بيكون افضل طبعا. يعني لو كيلو لحمة انزلي بكيلو بصل متقطع جوليان زي ما انتوا شايفين كده. مش بس كده، هبدأ اقلب بقى في اللحمة مع البصل لحد ما البصل يدبل تماما. هاخد في الخطوة دي حوالي دقيقتين 3. هبهر البصل زي ما بهرت اللحمة بالظبط، معلقة صغيرة من اللورة على الحبهان وشوية من الفلفل الأسود. البصل خلاص دبل زي ما انتوا شايفين كده. اللحمة عندي استوت 100%. هبدأ أحط لها الملح وأقلب وأظبط الملح بتاعي كده. اللحمة عندي جاهزة. كل اللي أنا هعمله بس إن أنا هبدأ أقلب فيها كويس قوي، وبعد كده هشربها شوية مية كمان سخنين كده، وهسيبها تاخد كام غلوة مع البصل. ليه؟ اللحمة عندنا استوت بالفعل خلاص، ولكن أنا عايزاها تتسوى شوية تاني مع البصل. دايما انتوا اتعودتوا معايا ان لازم حتة اللحمة اللي بتتعمل تكون دايبة جدا، مستوية سوى كامل، ودايبة كمان مش مستوية بس. اللحمة عندي خلاص جاهزة. يلا بقى الطاجن بتاعنا اللي هنبتدي ندخله الفرن او الصينية او القالب اللي هتستخدميه براحتك. حطي فيه بقى اللحمة كده كلها، وابدأي غطيه بالألومنيوم فويل، وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة على الرف الوسطاني، مش اكتر من كده. احنا اتفقنا ان اللحمة عندنا مستوية، ولكن احنا عايزين كده الطاجن ياخد تسبيكة محترمة جوه الفرن. الله على الريحة وعلى الشكل وعلى الجمال، يعني بجد هو من الاخر. انصحكم تجربوا الطاجن ده، حلو جدا يا جماعة، مش بس شكلا، بجد والله طعما رهيب رهيب رهيب. ممكن نكون بناكله في اي مطعم بره برضو بمبلغ وقدره بيبقى صغير جدا. الطواجن بره بتكون صغيرة جدا زي ما احنا عارفين، تبقى بمبلغ برضو. فاحنا عملنا الطاجن في البيت بمنتهى البساطة والسهولة، ونتيجته روعة زي ما قلت لكم. وطبعا احنا عملنا مثلا لو هنعمل كيلو لحمة او نص كيلو، تكلفته عمرها ما هتكون مثلا ربع حتى التكلفة اللي هناكلها من بره. اعملوا الحاجات دي في ايديكم بايديكم يعني في البيت، توفير ونظافة وطعم ولا اروع من كده. كلوك بقى جنب شوية رز وبالهنا والشفا. تاني وصفة معايا النهاردة في المنيو بتاعي وهو تندوري الفراخ.
اكله هنديه ولكن طعمها يجنن. تعالوا نشوف هنحضرها ازاي. اولا تتبيله الفراخ عندي علبه من الزبادي، وعليها معلقه كبيره من الثوم البودر، وكمان معلقه من البصل البودر، فلفل اسود، كمان عندي معلقه كبيره من الكركم، وشويه من توابل الفراخ، وشويه كمون صغيرين كمان، وكمان عندي معلقه من الكاري. شفتوا انا حطيت هنا ربع معلقه صغيره من الكمون. عندي كمان معلقه كبيره من البابريكا. هضيف عليهم 2 معلقه كبار من الخل، ومعلقتين كبار كمان من الزيت، وكمان معلقتين من صلصه الصويا، معلقتين كمان عندي من الصلصه. التتبيله على فكره بسيطه حلوه وسهله، بس عايزه اقولك هتطلع لك طعم ولا اروع من كده. كده مقاديري كلها جاهزه، ولكن انا بحب اطلع الاكل احسن من اللي بناكله في اي مكان، عشان كده ضفت نقطتين من اللون الاحمر الجل. تقدري تستغني عنهم، هيطلع معاكي اللون برضو احمر وحلو، ولكن اللون الاحمر الجل بيطلعه بنفس اللون اللي بناكله فيه بره. انا نسيت احط الملح، بس حطيت الملح وهنقلب كويس جدا، وكده الخلطه بتاعتي جاهزه. يلا بينا بقى نشوف الفرخه بتاعتنا. الفرخه بتاعتنا ما شاء الله هنا كبيره، معديه ال 2 كيلو. غسلتها كويس جدا جدا. طبعا بدات اشيل الجلد زي ما انتم شايفين كده، وهنا انا شلت الجلد من على الفرخه كلها ما عدا الاجنحه بس. طبعا يا ريت يعني يفضل بعد ما نشيل الجلد نديها شطفه كويسه تحت الميه كده، لان بيكون في كده ماده زلاليه تحت الجلد مباشره. انا من الناس اللي بدخل ايدي تحت الجلد دايما واغسل الماده دي، بس بالنسبه للظهر ما بعرفش اعمل كده طبعا. فانا لما بطلع الجلد كله بديها شطفه حلوه كده تحت الحنفيه، اتاكد ان الماده الزلاليه دي كلها مش موجوده. خلاص كده الفرخه عندي جاهزه. تعالوا بقى كده هعمل لها فتحه من الظهر. فتحتها من الظهر كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدا اعمل فتحات طوليه كده في الصدر. طبعا الفتحات دي هتساعدني في التسويه وفي وصول التتبيله ليها لكل حته في اللحم، مش الصدر بس كمان في الوراك. خلاص كده الفرخه عندي جاهزه. هبتدي اخدها بقى كده وعلى التتبيله الحلوه المميزه اللي احنا عملناها دي، وهبتدي ادهنها كويس قوي واشربها كويس قوي للتتبيله دي من كل ناحيه. وبعد كده هبتدي اسيب الفرخه عندي لمده ما تقلش عن 8 ساعات في التلاجة. يا ريت بقى لو ليله كامله. يلا بقى على التسويه اللي مفيش اسهل ولا ابسط منها بجد. طاسه عندي على النار، هحط معلقتين 3 من الزبده. هنزل بالفرخه بتاعتي طبعا اول حاجه على الناحيه اللي فيها العظم. طبعا الطاسه عندي سخنه جدا. هسيب الفرخه حوالي 10 دقايق على الناحيه الاولى، وزي ما اتفقنا احنا نازلين بالناحيه اللي فيها العظم في الاول. هبدأ اخد الفرخة بقى كده اقلبها على الناحية التانية، وهسيبها نفس المدة تقريبا، يعني كده 10 دقايق. وطبعا المطلوب هنا ان انا بدي صدمة للفراخ وببتدي احمر فيها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اخدين بالكم طبعا اللون معايا بدأ يتغير. الفراخ دي يا جماعة طعمها حلو جدا جدا، مميز جدا جدا. بحب اعملها كده. وخلي بالكم كمان احلى حاجة فيها ان احنا هنسويها على البوتاجاز مش في الفرن. بعد كده بقى هسيب الفرخة على كل ناحية 5 دقايق. بين كل 5 دقايق و5 دقايق هقلب تاني وهقلبها، يعني كل ناحية هديها 5 دقايق وابدأ اقلب فيها. اتفقت معاكم ان احنا هنسويها كلها على البوتاجاز مش في الفرن. طبعا احنا كده بدأنا نسوي فيها. هتاخد قد ايه معايا في التقليب المستمر ده؟ حوالي ساعة. ساعة هبدأ اقلب فيها كل شوية، يعني ما بين 5 ل7 دقايق، 10 دقايق بالكتير على كل ناحية. هبدأ كمان اخد الصوص بتاعها اللي كان او التتبيله بتاعتها، وابتدي اشرب الفرخه كده بيه. يعني مفيش داعي ان انا ارميه، يعني موجود معايا هيتبقى كده اشرب بيه الفرخه كل شويه كده. بس طبعا ده قبل ما تخش في السوا. بعد ما تخش في السوا هبتدي اخد من الصوص اللي نازل من الفراخ واشرب بيه الفراخ عادي جدا. اهم حاجه نخلي بالنا ان احنا هنقلب كل 5 أو 10 دقايق بالكتير على الجهه التانية. انا بس هنا نقلتها في طاسه تكون شايلاها كلها وتكون الفرخه مرتاحه فيها عشان تستوي براحتها. طبعا في الوقت ده هنهدي النار وهنقلب كل شويه على كل ناحيه. كده خلاص الفراخ بدأت تخش في التسوية، يعني 80% تسوية. هبدأ اخد كده من الصوص اللي نازل منها وبشرب الفراخ على قد ما اقدر. طبعا ده كده دلوقتي بقى مش بيدعم لي الطعم بس، كمان بيدعم لي اللون زي ما انتم شايفين كده، اللون ما شاء الله. اخدت قد ايه معايا على البوتاجاز؟ اخدت ساعة بالظبط كاملة مع التقليب المستمر زي ما اتفقنا. تقدري تخليها ساعة الا ربع مثلا، لكن لو مش عايزاها مهرية زي كده، لكن انا بصراحة كانت مهرية جدا معايا.
هحط لها فحمايه كده واطفيها بشويه زيت وبس كده. هنعمل معاها شويه رز اصفر، حاجه في منتهى الروعه والجمال. وصفه جميله وحلوه وسهله وبسيطه، وبجد سهولتها كمان ان هي بتتعمل على البوتاجاز، بتسهل علينا يعني نقدر في مصيف نعملها، ما نتقيدش ان موجود فرن ولا لا. تعالوا بصوا على جمال الفراخ وقد ايه دايبه جدا، يعني ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم يا جماعه ان والله مش بس شكلا، طعما رهيبه. لازم تجربوها ان شاء الله، وتكون موجوده في وصفاتكم اللي بتعملوها باستمرار. يلا بينا نشوف الوصفه اللي بعد كده. الوصفه اللي بعد كده هتكون سندوتشات الكبده البلدي بطريقه مميزه اللي بناكلها بره، بس احنا اللي عاملينها في البيت ريحتها هتجيب اخر الشارع بجد، وعلى ضمانتي جربي بس. يلا بينا نشوف عملناها ازاي بأبسط طريقة بجد. اولا عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هحط عليها معلقة كبيرة من الكزبرة، وعندي كمان معلقة كبيرة من الكمون. الخلطة دي حلوة جدا ومميزة جدا، مفيش اصلا كده تتعمل من غير توم ولا كمون ولا كزبرة. كل اللي انا هعمله ان انا هقلب المكونات دي كويس قوي لحد ما يندمجوا ويبقى حاجة واحدة، يعني ما يبقاش ايه باين من ايه، يعني كله حاجة واحدة كده، عجينة خليط واحد. هجيب بقى الطاسه بتاعتي وابتدي احط فيها كميه حلوه من الزيت، وكمان هحط فيها شويه من الليا. الناس اللي مش حابه تحط ليا هتطلع تمام بالزيت، ولكن مش هتطلع احلى حاجه. عايزه اقول لكم ان الاكلات دي بره اللي هي كفته الحاتي، الكبده، الشاورما، لازم يتحط فيها ليا يا جماعه. الحواوشي لازم يتحط فيه ليا، ولو بيكدبوا عليكم لو حد قال لكم ان مفيش في الكلام ده ليا. تمام، هبدا كده اسيب الليا عندي تغذي الطاسه، ولكن مش هتسيح بشكل كامل، يعني يا دوبك كده حاجه بسيطه. وبعد كده هبدا انزل عليها بخليط الثوم والكمون والكزبره اللي انا عملته. هديها تقليبه كده لمده 5 دقايق. لما ريحه الثوم عندي مع الكزبره كده تطلع، هبتدي اطفيها بمعلقه واحده من الخل. هتاخد 5 دقايق مش اكتر. هسيبها كده تاخد غلوتين بعد اضافه الخل، واكون مجهزه عندي الكبده مقطعها طبعا قطع صغيره، ولو في قلب بقطعه بنفس الطريقه. في بس ملحوظه عايزه اقولها لكم، علشان اتسالت السؤال دوت وانا للاسف ما كنتش بقوله، متوقعه يعني المعلومه دي ان اي حد عارفها. الكبده يا جماعه ما بتتغسلش بالميه ابدا. الكبده مجرد ما يجي عليها الميه خلاص كده بقت زفره، الكبده بتتغسلش خلاص. نخلي بالنا، ممكن تجيبي مناديل تنشفيها يعني لو انت متضايقه، بس الكبده مش بتتغسل ابدا. انا مش من النوع اللي بغسلها حتى، ولا في ناس تغسلها باللبن، لا ولا باي حاجه. بعد ما بقلب الكبده كده زي ما انتم شايفين كده بتبدا لونها يغير، بنزل عليها بطماطمايه وشويه فلفل. طبعا الكبده هنا ما بتاخدش سوا كتير، يعني ربع ساعه خلاص كده بتكون تمام. بنزل بطماطمايه واحده متقطعه مكعبات صغيره مع شويه من الفلفل. الفلفل هنا عندي ممكن يكون رومي، ممكن يكون حامي، ممكن يكون ميكس بين الاتنين زي ما انت حابه وتفضلي تحبي تاكليها ايه. ولكن الكبده دي طبعا كلنا بناكلها بره بتكون حراقه جدا، وانا من الناس اللي بحب اعملها كده. عن نفسي الاكل عموما لازم اخليه كده فيه سنه سبايسي. لو انتوا عايزين تستغنوا بقى عن الكلام ده براحتكم، ممكن تحطوا فلفل رومي او فلفل بلدي عادي جدا. بعد كده بقى الطاسه عندي يعني جاهزه وبالجمال ده. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب العيش البلدي الحلو بتاعنا، هبتدي كده اعمل سندوتشات ومع شويه سلطه طحينه. بس انا مش محتاجه حاجه اكتر من كده. عملنا احلى طاسه كبده باحلى طعم بطريقه عربيات الشارع، ولكن احنا اللي عاملينها في البيت. نظافه بقى وجمال وريحه وطعم ما اقولكوش. وما شاء الله كيلو كبده عمل لي كميه كبيره جدا جدا من السندوتشات. طبعا تقدري تستخدمي نص كيلو، ربع كيلو، اللي عندك استخدميه واعملي بيه، وبألف هنا وشفا عليكم. يلا بينا بقى على الوصفه اللي بعد كده. عندك صدرين فراخ ومحتاره تعمليهم ايه؟ تعالي اقولك تعمليهم وصفه جديده وحلوه وبسيطه وسهله، وكلها في طاسه واحده وبدون وجع قلب. وعايزه اقولك طعم جديد حلو جدا للناس كمان اللي بتحب الاكل سويت اند ساور، حلوه جدا جدا هتعجبكم. جنب شويه رز ابيض، مش محتاجه حاجه تاني. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اولا كده انا عندي صدرين فراخ زي ما انتم شايفين كده، مغسولين كويس قوي قوي ومتنشفين. هبدا اعمل فيهم فتحات عرضيه زي ما انتم شايفين كده، شرايح عرضيه كده. وبعد كده هاخد الفتحات دي شرايح طوليه كمان. طيب انا هنا مش بنزل الفتحات دي لاخر القطعه، لاخر الصدر عندي، لا، بخليه قبل الاخر بحوالي سنتي كده عشان يبقى ماسك نفسه. انا مش عايزاه يتقطع مني زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وده الشكل اللي انا عايزاه.
اخد الصدر التاني هعمل فيه نفس الشكل. تقدروا طبعا تعملوا الوصفة دي باكتر من الكمية دي، او تعملوها حتى لو بصدر واحد الموجود عندكم، وعلى حسب الافراد اللي انتوا عايزين تعملوا لهم الغدا، وهتبقى تمام جدا مفيش اي مشكلة. خلصت قطعتها بنفس الشكل، وهبتدي بقى اديها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. هدعكها كويس من اول ناحية بنفس الطريقة للناحية التانية، رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. خلاص كده الفراخ عندي جاهزة. هبتدي اخدها بقى مع شوية من الدقيق كده، وابتدي اديها تبديرة او تعفيرة للدقيق كويس. اضغط عليها كويس، هنفضها واحطها في طبق وبس كده. بصوا السهولة والبساطة دي كانت اول خطوة معانا. يلا بقى بينا نشوف هنسويها ازاي. طاسة عندي على النار، هحط معلقتين كبار من الزبدة ومعلقتين من الزيت. هتسخن الطاسة كويس قوي قوي. هبتدي انزل عندي بصدور الفراخ. الاكلة دي يا جماعة طعما رهيبة، جديدة بس جميلة. هسيبها حوالي 10 دقايق تكون اخد اللون الذهبي الغامق من اول ناحية، وبعد كده هبدأ اقلب الفراخ على الناحية التانية. هتاخد نفس اللون بنفس المدة، يمكن اقل حاجة بسيطة. كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هبتدي اقلب الفراخ بقى من الناحية دي للناحية التانية كل شوية. طبعا ده كده بيدخل الفراخ عندي في التسوية، مش بس بتاخد لون حلو. انا كمان هنا ضفت معلقتين تاني من الزبدة، وهقول لكم ليه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنكمل الوصفة كلها على البوتاجاز في نفس الطاسة او نفس الحلة، فده اللي خلينا اضيف الزبدة تاني، لان محتاجة المادة الدهنية عندي تكون كتيرة عشان اكمل بيها. هضيف كمان معلقة من الثوم المفروم بعد اضافة الزبدة. هقلب الثوم كده زي ما انتم شايفين. هتبتدي ريحة الثوم تطلع يعني حوالي دقيقة بالكتير. في الوقت ده هنزل بمعلقتين كبار من صلصة الصويا صوص الغامقة. طبعا احنا ما حطيناش ملح غير ملح بسيط على الفراخ. هنظبط الملح في الاخر، نخلي بالنا من اضافة الصويا طبعا بيكون فيها ملح زيادة شوية. هسيبها تتسبك حوالي دقيقتين 3. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من عسل النحل. احنا اتفقنا هتكون حلو وحادق للناس اللي بتحب الاكلات دي، واللي مش بتحب الاكلات دي بجد لازم تجربها، لان هي هتعجبها جدا وهتبقى من الاكلات المفضله بعد كده. هبدا بقى اقلب كويس قوي العسل مع الخليط اللي احنا ضفناه، اللي هو كان الثوم طبعا والصويا صوص والزبده، وطبعا اللي نازل كله البهاريز اللي نازله كلها من الفراخ. حاجه كده في منتهى الروعه. هبدا بقى كده اشيل الصوص واشرب الفراخ من فوق. عندي اختيار، لا اما اعمل كده لا اما اقلب الفراخ كل شويه على الناحيه التانية. بعد ربع ساعه كده هبتدي اضيف عندي كوبايه من الميه المغليه. هقلب كويس. هبتدي بقى اهدي النار واغطي عليها لمده يعني حوالي ربع ساعه كمان. هي متاخدش معايا وقت في التسويه، مع ان حجم الصدور كان ما شاء الله كبير. خلاص كده الفراخ عندي استوت تقريبا 80%. هبدأ احط لها بقى شوية من البصل الاخضر، بيخلي طعمها حلو جدا جدا. لو مش حابين تقدروا تستغنوا عنه، ولكن هو مميز بجد. هبتدي اشيل من الصوص كده واشرب الفراخ زي ما انتم شايفين. ههدي النار واغطي عليها واسيب الصوص ده يقصر خالص ويتركز. قد ايه؟ يعني حوالي 10 دقايق بالكتير قوي. زي ما انتم شايفين كده ده الشكل بتاعها النهائي. الصوص بدأ يتركز خلاص. طبعا بركزه بزيادة. الفراخ عندي ما شاء الله استوت. بصوا بقى على الجمال، بصوا لونها عامل ازاي وشكلها. الصوص اللي حواليها ده تحفة تحفة تحفة، مع شوية رز ابيض. ممكن تاكلوه بعيش فينو مثلا، تاكلوه جنب مكرونة زي ما انتوا حابين، بس هو بكل الاشكال يعني تاكل حاف كده بجد. حطيت شوية من الصوص، شوية من البصل الاخضر. تعالوا بصوا بقى نقطعها كده ونشوف قد ايه من جوه جوسي جدا مستوية. حاجة في منتهى الروعة والجمال. طبعا الصوص دوت بنغمس بيه الرز او بناكله مع الرز، جميل جدا جدا. طريقة فراخ جديدة، اعملوها تعجبكم جدا. الوصفة اللي معانا بعد كده هو كباب الحلة. كباب الحلة أكلة مميزة ومن أكلات المطاعم برضو، بس البيت بيعملها أحسن على فكرة. تعالوا نشوف عملناها ازاي ببساطة جدا وبمنتهى السهولة، والطعم ينافس أكبر المحلات. اولا كده عندي حله على النار، هنزل بمعلقتين كبار من السمنه. عايزه اقولك في الوصفات عموما لما بتستخدمي كل ما بتستخدمي نوع سمنه افضل بيديكي نتيجه افضل. يعني السمنه البلدي طبعا كل ما بنستخدمها بيكون نتيجه افضل، ولكن اذا مش موجود سمنه بلدي
نستخدم السمنة العادية اللي بنشتغل بيها، ولكن انا بقول لكم ازاي نعلي الطعم معانا. نزلت بكمية اللحمة اللي عندي، نص كيلو زي ما عندك انزلي بيه. انا كان عندي هنا كيلو من اللحمة، نزلت بيه كله مرة واحدة في الحلة. طبعا اللحمة عندي سخنة جدا، الحلة اسفة سخنة جدا، وبنزل باللحمة كده مرة واحدة علشان اعمل لها صدمة. هسيبها قد ايه؟ هسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده هبتدي اقلب فيها، هتكون بدأت تاخد اللون الذهبي الفاتح ده كده، وده معناه ان هي بدأت تتحمر، وده اللي انا هعمله. هبدأ اقلب كل شوية فيها كده لحد ما تتحمر من اللون ده وتاخد اللون ده من كل ناحية. هياخد معايا وقت قد ايه؟ يعني حوالي 10 دقايق. تمام كده، قلبت كويس. هبدأ كده تخش في التحمير زي ما انتوا شايفين. هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا، وطبعا كلها في حلة واحدة. بنعمل جنبها شوية رز ومكرونة، بتبقى أكلة في منتهى الروعة بجد. ممكن أكلها بالعيش طبعا. حمرتها كويس قوي. هبتدي أضيف لها بقى شوية من الفلفل الأسود وهقلب. هبتدي بقى أشربها بالمية. المية هنا مش هتكون مغطية اللحمة، لا، هنشرب كوباية في كوباية تدريجيا كده لحد ما تستوي معايا سوا كامل. هتاخد قد ايه؟ تاخد زي ما تاخد بقى معايا على حسب قطعية اللحمة بتاعتي يعني وكميتها. يعني تاخد بكتير معايا ساعة. تدريجيا بشربها كوباية في كوباية، تكون المية مغلية أهم حاجة، لأن المية الباردة بتعيد تسوية اللحمة من أول وجديد، فاحنا كده بنبطأ في الوقت بتاع اللحمة. هشربها كده زي ما انتم شايفين كوباية بكوباية. النار عندي متوسطة، كل ما تشرب المية بتاعتها وازودها تاني لحد ما تستوي عندي سوا كامل. خلاص كده استوت. تعالوا بقى ربع كوباية من المية عليها معلقتين كبار من الدقيق، هنقلب كويس جدا. تعالوا بينا بقى نروح على اللحمة بتاعتنا. هبدأ اقلبها كده. خلاص هي استوت. بصوا الصوص البسيط اللي نازل ده، هضيف عليه بقى الدقيق بتاعي اللي انا قلبته في المية. هبتدي اقلب وهسيبها كده مع الخليط ده بعد اضافة الدقيق يعني حوالي 5-7 دقايق تتركز كده وتطلع لي صوص حلو جدا. طبعا حطيت لها الملح، ما بنحطش الملح في اللحمة الا لما بتستوي سوا كامل. تمام كده، خلاص كده اظن مفيش احلى ولا ابسط ولا اسهل من كده. جميلة سريعة بسيطة لذيذة جدا وسهلة جدا، من الاكلات اللي بحب اعملها وانا مستعجلة، تاخدش معايا وقت، نتيجتها بتبقى في منتهى الروعة. انا من الناس اللي بحب اكل كباب الحلة جدا مع المكرونة السباكيتي، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. بعد كده بقى وصفتنا سهلة جدا. هنرص السجق زي ما انتم شايفين كده على البطاطس، وهنطلع احلى طاجن سجق بالبطاطس. تعالوا نشوف عملناه ازاي بسهولة زي ما اتعودنا. عندي هنا كيلو من البطاطس، طبعا مقشراه وغسلاه كويس جدا. هاخد كل بطاطسايه كده اقطعها مكعبات سميكة الحجم زي ما انت حابه بقى، بالشكل اللي انت حباه. المهم في الاخر ان احنا نوصل للمكعبات بالشكل ده. محمله شويه، وهقول لكم ليه دلوقتي. هشتغل الكميه كلها اللي عندي بنفس الشكل. طبعا انا عندي هنا كيلو البطاطس، هحط عليه نص كيلو من السجق. لو عايزين تزودوا الكميه براحتكم جدا، تقللوا البطاطس شويه براحتكم برضو، ولكن هي كده تكفي 5 أفراد. تعالوا بقى نحضر الخضار بتاعنا. بصلتين كبار متقطعين جوليان، وفلفلتين رومي متقطعين برضو جوليان. شوية من الملح، شوية من السبع بهارات، كمان معلقة من الفلفل الأسود، وطبعا حطينا كمان شوية كمون. كمان عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم. ده كده كان كل الإضافات اللي هضيفها على البصل والفلفل. هنقلب كويس قوي بقى لحد ما البصل يبتدي يدبل معايا بشكل بسيط، يعني مش قوي، يعني دقيقة دقيقتين كده بس كده. البصل عندي اولا اندمج مع كل المكونات اللي انا حطيتها، بدأ عندي يدبل شوية زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هاخد بقى الخلطة الحلوة دي وهضيفها عندي على البطاطس وهقلب كويس قوي. خطوة بسيطة وسهلة. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدمجهم كلهم مع بعض وهقلب كويس قوي، وبكده اكون جهزت الخضار عندي اللي موجود في الطاجن، اللي هو طبعا كان البصل والفلفل والبطاطس، وحطيت لهم البهارات والدنيا تمام كده. خلاص يلا بينا بقى نوزعهم كويس عندي في الطاجن، وبعد كده نجيب السجق بتاعنا. السجق بتاعنا هنا انا ما عملتش فيه اي حاجه غير ان انا غسلته وبس، فصلته عن بعضه. بدات ارصه كده زي ما انتم شايفين. طب حد هيقول لي ممكن نقطع السجق؟ ممكن نقطعه،
بس ليه نقطعه؟ يعني ما نسيبه كده، هو كده كده هيستوي بمنتهى البساطه، احنا مش هنعمل فيه اي حاجه. حابين تقطعوه عشان بعد كده ناخد بالمعلقه على طول يبقى سهل، ما فيش مشكله برضو. ممكن الخطوه دي نعملها اصلا لما يستوي، ان احنا ناخد بالمعلقه لان هو هيبقى سهل نقطع على طول وناكل. ولكن لو حابين تعملوها من الاول ما فيش مشكله. خلصت رص السجق كله. هحط بقى قرنين من الفلفل، وانا طبعا بفضل يكون فلفل حامي. تقدري تحطي فلفل بارد عادي او ما تحطيش فلفل خالص. خلاص كده الطاجن بتاعي جاهز. لا مش جاهز، تعالوا بقى نحضر كده خلطه حلوه قوي هنحطها على الطاجن ده. طاسه عندي هنزل فيها بمعلقتين كبار من الزيت، وطبعا كمان هنزل بمعلقه كبيره من التوم المفروم. هبتدي اقلب التوم كده لمده دقيقه، ريحه التوم تطلع معايا يعني، وهخليه كده يعني يبقى دهبي خفيف جدا. بس كده هنزل عليه بقى بمعلقتين كبار من الصلصه، صلصه الطماطم يعني. هبدا اقلب كويس، هتبدا الصلصه تتسبك معايا مع التوم. هضيف لها كمان حوالي طماطميتين كبار مبشورين او متشال منهم الجلد بتاعهم يعني القشر بتاعهم. هبتدي بقى اقلب كويس قوي. هسيبهم مع بعض كده، بس قبل ما اسيبهم مع بعض يتسبكوا هديهم التوابل اللي هو مكعب من المرق، وكمان عندي شويه من الملح. هقلب كويس قوي بقى. هسيب الخليط الحلو بتاعنا ده يتسبك كويس. هضيف له كمان كوبايه من الميه بعد ما يتسبك، وهديله كده كام غلوه. انا مش عايزه الخليط بتاعي يبقى تقيل، يعني مش هسبكه تسبيكه كامله يعني، نص تسبيكه كده كفايه. بعد ما يبدا يتسبك كده هديله معلقه من البابريكا وهطفي عليه. زي ما انتم شايفين كده انا ما سبتوش يتركز ولا حاجه. ليه؟ لانه هيكمل طبعا تسويته وتركيزه في الفرن. هبتدي اشرب كده السجق بتاعي. في الوقت طبعا انا فاتحه الفرن مشغلاه، يعني الفرن عندي سخن مسبق التسخين. هاخد الطاجن بتاعي وعلى الرف الوسطاني في الفرن لمده ساعه. ساعه بالظبط هيكون كل حاجه عندي مستويه. البطاطس مستويه جدا جدا، السجق مستوي، حاجه يعني كده في منتهى الروعه والجمال. عملنا الطاجن كله واحنا واقفين، ما خدش مننا وقت، سهل وبسيط. في خلال ساعه هنكون مجهزين الاكل وتمام جدا. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده. نيجي بقى الوصفة الأخيرة وختامها هيكون مسك. هنعمل شاورما اللحمة بطريقة بسيطة وسهلة، وأوعدكم إن هي هتكون من أحلى أنواع الشاورما اللي عملتوها أو أكلتوها في أي مكان. تعالوا نشوف البساطة بتاعتها والسهولة كمان. هستخدم الخلاط، بصلتين متقطعين يربع في الخلاط، معاهم 8 فصوص من الثوم، وكمان عندي ربع كوباية من الخل. عندي كمان معلقة كبيرة من السبع بهارات أو من بهارات الشاورما أو من بهارات اللحمة، البهارات اللي عندك، ما تقيديش ببهارات. معلقه كمان من الملح والفلفل الاسود. كمان عندي 8 فصوص من الحبهان. بس كده، دي الخلطه البسيطه جدا للشاورما. هنفرم ده كويس قوي في الخلاط. اظن ما فيش ابسط من كده يا جماعه، يعني حاجه في منتهى البساطه. تعالوا بقى ننزل بيه على اللحمه بتاعتنا. اللحمه هنا طبعا انا مقطعاها شرايح. اللحمه هنا فليتو، انا قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين كده، وبدأت أقلبها في الخليط. سيبوا بقى اللحمة كده منقوعة في الخليط ده ليلة كاملة يفضل طبعا. لو مستعجلين يبقى 8 ساعات، بس ما يبقاش أقل من كده. تعالوا بقى نشوف التسوية بتاعتها البسيطة جدا. بعد ما خرجتها من التلاجة، طاسة عندي هحط فيها شوية محترمين من اللية. مفيش شاورما أبدا لحمة بتتعامل من غير لية، واللي هيقول في شاورما لحمة بتتعامل من غير لية بره حتى يبقى كداب بصراحة. وعمرها ما تتعمل من غير ليا لو في البيت، وهتبقى حلوة. الليا دي يا جماعة يعني مش حاجة وحشة للناس اللي بتبقى قرفانة منها، لا، الليا دي حاجة صحية كمان. دوروا عليها هتلاقوها حاجة مفيدة وصحية وما فيهاش اي ضرر يعني. الطاسة عندي هتسخن كويس قوي. هبتدي انزل عندي باللحمة كلها. هسيبها كده، انا بس بفردها في الطاسة، وهاجي بعد 10 دقايق كده ابتدي اقلب فيها. تمام، هي نزلت هنا شوية مية بساط جدا، ولكن دي التتبيلة بتاعتها اللي هي الخل طبعا، مش المية بتاعتها. هبدأ بقى كده على نار متوسطة أقلب فيها لمدة ما تقلش عن ساعة. هتكون اللحمة عندي استوت. ممكن تاخد وقت معايا أقل من كده. هبدأ أضيف عليها بقى البصل المتقطع جوليان. أنا هنا بكتر كمية البصل، أنا ضايفة هنا كيلو بصل على كيلو اللحمة.
تمام جدا. تقدروا تقلوا في كميه البصل براحتكم. كمان ضفت طماطميتين كبار متقطعين جوليان، تقدروا تشيلوا القلب منهم. واضيف كمان كوبايه من البقدونس. هقلب كويس قوي. بعد اضافه البقدونس بقلب تقليبه كده على السريع وبطفي النار. خلاص كده. بعد اضافه البقدونس ما تخلوش النار شغاله. طفيت النار خالص. هضيف بقى معلقتين كبار من سلطه الطحينه، مش الطحينه الخام، يعني بعمل سلطه الطحينه اكني هاكلها بالظبط، وباخدها اضيفها على الشاورما. طاسه الشاورما عندي جاهزه. اظن مشفناش بساطه ولا سهوله ابسط ولا اسهل من كده. بس عايزه اقول لكم ان بمجرد مش معنى ان هي بسيطه وسهله ان هي مش حلوه، بالعكس، من احلى التتبيلات اللي ممكن تعملوها وتجربوها للشاورما بجد. عايزين بقى تاكلوها في كايزر براحتكم، تاكلوها في العيش السوري براحتكم. تجيبوا العيش كده زي ما انا عملت وتفردوا فيه شويه من سلطه التوميه. انا عن نفسي مش بحب اكلها في العيش السوري، شاورما اللحمه بالذات بحب اكلها في العيش الكايزر ومعاه سلطه الطحينه، لان دي الشاورما اللي احنا اتعودنا عليها، الشاورما المصري بتاعتنا اللي كلنا بنحبها وطالعين بناكلها يعني. ولكن لو بتحبوا تاكلوها في العيش السوري مش هتقول لا، يعني بتبقى جميله برضو. هخلص الكميه كلها. هبتدي كده على جريل او في طاسه، ادي شويه من الزيت وابتدي احمر السندوتشات عندي تطلع بالجمال والحلاوه دي. طبعا لو عملناها في العيش الكايزر مش هنحتاج ان احنا نعمل الخطوه دي ابدا. خلاص كده تمام. كده الشاورما عندي جاهزه، ولكن انا بقى بحب اطلعها بنفس الشكل بتاع بره. هاخد كل واحد كده من سندوتشات الشاورما اقطعه نصين، ولو حابه كمان اقطع كل نص نصين ممكن اعمل كده براحتكم. يعني التقديم ده يرجع لكم، وشوفوا انتوا بتحبوا تاكلوها ازاي. بكده اكون عملت معاكم شاورمه اللحمه المصريه بطريقه بسيطه وسهله سريعه جميله جميله تحفه يا جماعه بجد. وبكده نكون وصلنا لنهايه المنيو، يعني عملنا 7 وصفات جاهزين معاكي ان شاء الله للغدا. طبعا هتاخدي منهم اللي يناسب ذوقك ويناسب كمان ميزانيتك. وكالعاده هطلب منكم في نهايه كل منيو تقولوا لي ايه اكتر وصفه عجبتكم في منيو النهارده. ولو حابين اعمل اي وصفات جديده اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله تنفذ في اقرب وقت. بشكركم جدا على كلامكم الحلو ليا، الكومنتات بتاعتكم بتفرحني جدا جدا. طبعا زي ما انتوا عارفين القناه هنا بعمل لكم ملخص سريع لكل وصفات بيضم 7 وصفات، وكل وصفه موجوده بالتفصيل على قناتي الاولى يوميات ليلى لوحدها من غير منيوهات. حابين تشوفوها طبعا هتكون موجوده، هتستفادوا منها برضو. يا ريت بقى تعملوا الفيديو لايك وشير، ولو كنتوا اول مره بتشوفوني وبتشوفوا قناتي على اليوتيوب فيشرفني جدا اشتراككم في القناه، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديده ان شاء الله. بحبكم في الله واقول لكم مع السلامه.